يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. نزلنا روحنا السوق النهارده انا وابو عمر، جبنا الغدا بتاعنا ولقيت ميني كايزر في الفرن وانا معديه كده، قلت اخده يمكن نبدا نعمل دايت ولا حاجه، بدل ما ناكل 15 رغيف ناكل واحد كده بالطعميه والجبنه ونفطر فيه وكفايه بينا على كده. ويلا نشوف جبنا ايه النهارده من السوق انا وابو عمر. غلبوا الولاد يطلبوا مني سمك معين اللي هو سمك البربوني، ما صدقت لقيت البربوني في السوق قمت جايباه. بصوا بقى البربوني بتاعنا طازه وجميل وكبير ازاي، لقيت الصغير ب100، صغير خالص، والكبير ده ب150. قلت لا خليني في الكبير عشان الولاد يعرفوا ياكلوه مفيش فيه عظم. صليتوا بينا على النبي، جبنا المقص وقلنا بسم الله كده وهنبدا ان احنا نشتغل وننضف في السمك بتاعنا. طبعا البربوني ده من احلى السمك، يعني ايه، من فواكه البحر، الحاجه الجميله اللي هي بتاكل ايه، بتاكل جمبري وبتاكل حاجات نظيفه، فالفص نفسه بيبقى نظيف. اهم حاجه وانت بتجيبي السمك البربوني ما يكونش السمك متفجر، ما يكونش السمك مستوي كده طري، فصه يكون الفص ناشف، تكون عينه بتلمع، يعني حاجات كده ايه تبين لك ان السمك حلو. اول مره اجيب بربوني والاقي البربوني كله مبطرخ، قعدت طول ما انا بنضف واغسل اطلع البطاريخ بتاعته واحطها على جنب لغايه ما حوشت البطاريخ كلها وغسلتها في الاخر. قلت ايه العيال هيتبسطوا بيها، شايفين بطنه مقفوله ازاي؟ طول ما البطن مقفوله ما هيش متفجره اعرفي ان السمك بتاعك كويس. نضفت السمك كله وغسلته ونقعته وخليته زي الفل، وقلت يلا بينا علشان نتوم السمك. جبت الخلطه بتاعتنا من التلاجة وجبت شطه وملح وكمون فوق الخلطه دي اللي هي التوم والفلافله، وفيها خل وفيها حاجات كتير، بس كنت اخده الخل اللي عليها. حطيت الخلطه التوم بتاعنا وحطيت عليه الكمون وحطيت الشطه وزودت حبه ملح، رغم ان الخلطه فيها ملح بس زودته عشان تبقى التتبيله بتاعتنا حلوه. وجبت ازازه الخل وحطيت حبه خل محترمين كده، وعلى السمك قلبت فيه يمين وشمال وتقليبه حلوه من الجنبين لغايه ما كله شرب الخلطه كده في قلب بعضه. كنا زمان بنتوم سمكه بطن السمكه، الوقت بنرش كده ونقلب في بعضه. زودت حبه ملح، زودت حبه شطه كده يوروروا السمك شويه معانا، وسبته فضلة خيركم تقريبا ساعتين. تعالوا شوفوا النهارده جبنا ايه بقى من السوق علشان نعمل حلويات للولاد. جبت لهم شوكولاته وجبت لهم كريم شانتيه وجبت لهم ايس كريم فانيليا، بيحبوا عندنا الفانيليا، وجبنا لبن بودر، شويه حاجات، وجبنا كريز والفانيليا. وكان عندنا هناك طبعا كنافه والمانجا، يبقى احنا ناويين نعمل كنافه بالمانجا. طبعا دي هنسيبها يوم تاني نعملها، نفضي بس الشنط بتاعتنا كده. دي كنافه هندخلها الفريزر، جيلي مانجا وازازه الزيت عشان الزيت بتاعنا خلص، واللبن برضو لزوم الحلويات. وهنعين الحاجات دي. وسمنا زي ما قلت لكم السمك، قعد السمك معايا من ساعتين لساعتين ونص لغايه ما شرب الخلطه بتاعتنا وبقى تمام. صليتوا بينا على النبي. جبنا كيسه بلاستيك كده وهنمسك السمك بتاعنا نحط ننزل منه التوم كده، ولعنا على المقلايه وجبنا على الزيت حبه الرز الحلوين بتوعنا كنا مولعين عليهم قبل السمك. وهنبدا ان احنا نحط سمكه كده زي ما احنا شايفين في الدقيق وننفضها، سمكه وننفضها. نفضي السمك قبل ما تحطيه في الدقيق، نفضي منه التوم، ولما تحطيه في الدقيق نفضي الدقيق كويس علشان ما يتحرقش معاكي في المقلايه. تمام. لو السمك بتاعك حلو ملح او ملحقش ان هو يحدق معاكي، حط حبه ملح وحبه بهارات في الدقيق نفسه. لكن انا السمك بتاعي كان تمام، قعد تقريبا 3 ساعات ما كانش محتاج اي حاجه خالص. بصي وابدأي نفضي كده، لازم تنفضيه علشان ما يتحرقش. ومع نفسك بقى قلبي يمين وقلبي شمال لغايه ما السمكه تتحمر وتبقى 100 فل و14 معاكي، وتطلعيه في الطبق بتاعك. وحبه الرز بتوعنا جاهزين على العين التانية. بصوا كنت لسه حطاهم حتى ما بدأوش ان هما كمان يغلوا. مسافه انا ما خلصت السمك كان الرز خلاص استوى معايا. شوفوا اللون الكهرمان بتاع السمك بتاعنا، ده السمك البربوني اللي الناس بتسأل عليه. طبعا ده زي ما قلت لكم من فواكه البحر، من احلى السمك ومن اغلى السمك ومن انضف السمك عندنا. شايفين الجمال؟ طبعا انا جبته عشان خاطر السما وعلاء كانوا طالبينه مني. ده اللي بياكلوه معانا في السمك. كده الرز بتاعنا بدأ ان هو يتشرب، ووطيت عليه وسبته هادي خالص. بصوا الجمال. جبت حبة الخلطة بتوعنا زودتهم خل، طبعا ما يحلاش السمك المقلي بتاعنا غير بالخل والثوم. بصوا الكارثه بقى لما شلت الطبق علشان اصوره والخل اتكب فوق. اتفرجوا بصوا لحقت نفسي بسرعه ونزلته تاني. كده خلص معانا عشان كان الرز سخن وكان الولاد جعانين فلحقتهم بسرعه قبل ما ياكلوني. بصوا الجمال. هوريكم بس فص منه. بصوا ما شاء الله فص ابيض وزي الفل ازاي. وكلي احلى بربوني متبل. وباي.